ابو الانوار بينزل البومه الجديد صاحب السعاده. الالبوم اللي قبل ما ينزله بيوم كان قال بنفسه في فيديو ان هو بينكش فيه ويجز. الناس اللي هم بتوع احنا معانا الزرار اللي قلنا اوف بتاع السين، انا بناشدكم هم. احنا بكره هننزل ان شاء الله اغنيه اسعاد يونس انا وابي يوسف واحمد سانتا. ده الزرار اللي قلنا والاوف بتاع السين الجديد. فقصدي انا اقول لو انت سمعت بار فقلت انا حاسس ان البار ده عليا، ده مش احساس يا حبيبي. فالنهارده هنتكلم عن الالبوم كله ببارات النكش بالبارات العاديه بكل حاجه، فمن غير كلام كتير انزل اخبط اللايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس وكل الكلام الحلو ده، ويلا بينا نبدا. طيب الالبوم ده ابو الانوار بيلحق بيه نفسه قبل اخر السنه، لان خلاص كنا داخلين على فيديوهات جوائز السنه، وبيني وبينك ابو الانوار كان متراجع شويه، فاهم؟ الالبوم ده ينعش المركز بتاعه، هيقدموا مركزين ثلاثه كده، فاهم؟ لان في كام تراك جامد، ده غير طبعا غزارة الانتاج بتفرق. وبمناسبه فيديوهات جوائز السنه عايزك تقول لي من رايك ايه التراك اللي انت شايف انه ما ينفعش ما يكونش موجود في قائمه افضل تراكات السنه دي. اكتب لي اسماء التراكات اللي انت شايف انها اقوى تراكات في السنه في الكومنتات من دلوقتي بقى، خلاص لسه بدري على الفيديو ينزل في اول السنه الجديده، بس يعني ايه، خلينا نجهز. نبدا باول تراك واللي هو الانترو بتاع الالبوم ده، تراك خلصانه. هو كان منزل خلصانه من 2021 والنهارده نزل خلصانه الجزء الثاني. ايه ده؟ الدخله دي انا شفتها فين قبل كده؟ فنانة بتبدع بالليل، كل ما بقف على رجلي تقول لي في ودني بتعند ليه؟ انت بجد قاعد كل ده خلصانه يا عم؟ امك ما تسكت اسمها اخصام. طب السلام عليكم الاول، يعني فاهم ايه البدايه دي؟ العيب مش عليك، لا العيب على صاحبك منه بصالك. عجبني البار ده، العيب مش عليك العيب على صاحبك منه بصالك، لان هو معبر قوي بالنسبه لي. انا مثلا لما بلعب كوره بضيع قدام الجون كتير قوي، يعني بضيع كميه جوان قدام الجون بشكل مش طبيعي. انا ممكن اجيب جون من بره عادي، بس لو حد بصالي قدام الجون والجون شبه فاضي، فاهم، لازم اضيع. فاصحابي وصلوا لمرحله اللي هو لا خلاص احنا مش هنلوم عليك ان انت بتضيع قدام الجون، احنا هنلوم على اللي بصالك اصلا قدام الجون. ما انت قدام الجون خلص انت، فاهم؟ ما علينا من القصه دي. الفكره يعني اللوم مش عليك، اللوم على اللي مستني منك حاجه. افكاري جايباكوا قدام انت عارف وعامل من هنا. افكاري جايباكوا قدام يقصد ان هم بيسرقوا منه، بيشفوا منه، بسبب ان هم بيشفوا منه هم بينجحوا. وانت عامل من هنا دي شبه انت عامل من بنها كده، انت عامل من بنها اللي هو انت ايه، عامل نفسك مش واخد بالك. ابننا مش جوك السنك تكتر اكفانك اكن الحنوتي او كين. الحانوتي او كين هنا برضو بيعمل وورد بلاي في كلمه الحانوتي، لان بيقول تكتر ادفنك اكن الحانوتي. الحانوتي هي شغلانه الشخص اللي بيدفن الاموات اسمه الحانوتي، في نفس الوقت الحانوتي اللي هو ايه، اندرتيكر، لان اندرتيكر لقبه الحانوتي لانه قال بعدها ايه، او كين اللي هو برضو المصارع. بحسب كلامكم هدمكم زي اشكالكم. دباديب دي بينكش ابي يوسف، معروف اي حد بيقول دباديب بيبقى بينكش ابي يوسف. ويجز قال ايه، دباديب عاملين عصابه توي ستوري كان بينكش ابي يوسف، ومروان موسى دس ابي يوسف بدس اسمه دبدوب حساس. طبعا بهزر يعني، اكيد ما بينكش ابي يوسف، بس لو انت مستني ان هو ينكش ويجز فمش لاقي اي نكش لغايه دلوقتي الصراحه، يعني مش قادر ان انا فاهم اليسها. هنا بقى هو قلب على باتيستوتا مش ليل اوزي، لا لا العيب على صاحبك منه بصالك خلصانه. بس التدريج عامله شغل من الاخر. ما علينا، ده كان تراك خلصانه 2. تراك ما فيهوش اي حاجه الصراحه، تحس انها رايحه لحد بعينه. واول معنى صح ويجز، انا عارف انت مستني نكش على ويجز، مفيش حاجه خالص مباشره على ويجز في التراك ده، فللاسف لا ابو انور غفلنا، ومش زي ما احنا كنا مستنيين ان يبقى في نكش من اول تراك، مفيش حاجه. ونروح لتراك رقم 2 في الالبوم، وهو تراك العالم طلع وحش. وما جبتش حتى الثمن وانت تعبت لما تعبنا. لا استنى كده يا ابو انور، بعيدا عن الدخله الجامده دي، بس ايه البيت ده، ايه البيت ده بجد؟ البروديوسر اسمه سيف تقريبا، كنت شفته في ريد بول صالونات، بس الصراحه مش فاكر اي تراك ليه، بس البيت ده مودي التراك في حته تانية الصراحه. تمن وانت تعبت لما تعبنا، فجأة العالم طلع وحش بس كسبنا لما كسبنا. الريمات جامده قوي، حته تعبنا لما تعبنا، الكلمتين نفس النطق، تعبنا وتعبنا، تعبنا اللي هو تلوم علينا، وتعبنا اللي هو من التعب، من انك تعب عليه ومن ان هو تعب. والريم اللي بعده نفس الفكره برضو، كسبنا وكسبنا، فرق حرف وحرفين قريبين جدا من بعض، الزال والسين. شفتش حد قدي ولا شفت حد فادني، واللي في جيبي ما كانش في جيبي، دمي فرده كان في جبنه. هنا وورد بلاي جامده قوي، بيقول لك واللي في جيبي ما كانش في جيبي، دم فرده كان في جبنه، يقصد اللي في جيبي كان في جبنه، يعني الفلوس بتاعتي كانت لنا كلنا مش ليا لوحدي. فكلمه جبنه فيها دبل مينينج، جبنه اللي هي من الجيب، وفي نفس الوقت جبنه اللي هي الجبنه، عشان بيقول ايه، دم فار ده كان في جبنه، جبنه وفار عشان الفيران بتاكل الجبنه. وفي نفس الوقت كلمه فار برضو فيها وورد بلاي، لان هو قال دم فار اللي هو دمه كان بيغلي، وفي نفس الوقت فار حرفيا عشان قال كلمه جبنه. بيسأل انت قاعد جوه تعمل ايه، محدش قال لي ميمو انت من جوه عامل ايه. في ودني بتعند ليه، انت بجد قاعد كل ده في الاوضه بتعمل ايه. البار ده فكرني ببار عزرائيل، انت بجد قاعد كل ده في الاوضه بتعمل ايه. فهنا هو بيقول كله بيسال انت قاعد جوه بتعمل ايه، ومحدش قال لي ميمو انت من جوه عامل ايه. فبرضه بار رايق قوي الصراحه. دور الكوره بجد كله بيجري على الجنيه.
ده بيشبه الحياه بدوره كوره زي الدورات الرمضانيه او اي دوره كوره يعني عموما. الدوره دي تبقى على فلوس، فكله بيجري حرفيا، بمعنى كلمه بيجري عشان يكسب الماتش عشان ياخد فلوس، فكله بيجري على الجنيه حرفيا في دوره الكوره. فدي الفكره يعني، ان هو احنا بنجري على الجنيه في الحياه زي كده اللعيبه ما بتجري على الجنيه في دورات الكوره. ده مش قالش بس كام جعان كان نفسه في التورته معانا ما اكلش. هنا عايز يعمل وورد بلاي في كلمه ماكلش، فاهم؟ ماكلش من التورته في نفس الوقت من اللي هي فاهم ما ياكلش معانا، ماكلش معانا. مش بحزن بتعلم، مش بخسر بتألم، هتصاحبك هنسلم، اتكلم ما تقولش الاسرار. اللي جامد قوي من ابو الانوار، بيكسر الملل اللي في التراك. هو بالنسبه لي التراك مش ممل، انا بحب قوي النبره دي اصلا من ابو الانوار، بس الفلو ده برضه فاهم بيكسر الريتم بيه. فجأة طلعنا من المولد من غير حمص زي المنتخب قبل بطولة كاس القارات. ايوه ابو الانوار يا عميق، اديني في العمق، انا بحب العمق. بص بقى البار ده بيقول لك فجأة طلعنا من المولد من غير حمص، مثل معروف، طلع من المولد بلا حمص يعني ما كسبش حاجه في الاخر، زي المنتخب في بطوله كاس القارات. كاس القارات اللي لعبه منتخب مصر كان كاس قارات 2009. عمل ايه المنتخب في البطوله دي؟ كان معانا في المجموعه امريكا وايطاليا والبرازيل. انت متخيل البرازيل بصفته اكيد كان بطل امريكا الجنوبيه مش فاكر، وايطاليا بصفتها بطله كاس العالم الاخير اللي هو 2006 وقتها. فانت بتلعب بطل العالم وبطل تاني اقوى قاره اللي هو امريكا الجنوبيه البرازيل، يعني عموما مش محتاج ان انا اقول لك مدى قوه الاثنين. ومعاك امريكا اللي اكيد كانت بطله امريكا الشماليه. نعمل ايه بقى؟ نخسر من البرازيل في اخر دقيقه بسيناريو وحش جدا بعد ماتش تاريخي، ماتش احنا بنحتفل بيه كل سنه ولا كاننا كسبناه، وبعدها نكسب ايطاليا بطل، يا نهار ابيض 1-0، فاهم؟ في ماتش تاريخي اكتر من ماتش البرازيل، بس يعني هو ايه، عشان ماتش البرازيل كان اجمد عشان كان فيه جوان كتير وبتاع. فخلاص انت كسبت امريكا صعدت، اتعادلت مع امريكا صعدت، خسرت من امريكا اقل من 3-0 صعدت، فاحنا اتغلبنا 3-0 وخرجنا. فاللي هو بعد مجهود خرافي، بعد اداء تاريخي للمنتخب، اقوى اداء ممكن تشوفه المنتخب مصر في اي بطوله، كان في البطوله دي. عملت ايه بعد كده؟ خرجت من دور المجموعات عادي جدا، وفي المركز الكام تقريبا رابع او ثالث مش فاكر. انا بتكلم وانا مش قدامي الجداول ولا قدامي اي حاجه، بس انا راجل محنك كوره. بالمناسبه ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه الكوره، انا موجود في القناه دي تقريبا معظم الوقت، اكتر من هنا واكتر من ام اي راب. فلو انت ليك في الكوره اعمل سبسكرايب هناك، هتلاقي محتوى فاخر من الاخر وهيعجبك بجد. فالمهم يعني ده اللي انت تفتكر ان هو يقصده، ان هو خسر كل حاجه بعد مجهود وتعب، وبص ده اللي انت تفهمه، ده اللي هو فعلا يقصده من البار. بس في معنى تاني بقى خفي، حته ان هو ايه، خرج من المولد بلا حمص اللي هو لاعب منتخب مصر اللي كان جاب الجون في ايطاليا في كاس القارات، فاهم يعني؟ صعبه دي، فاهم؟ ما تبانش من اول مره. اعمل مزيكا بترقص بس مش بنرقص، غير اني اتشهرت وانا بتكلم عن براد. اعتقد انا بتكلم عن تراك باشا اعتمد، اول تراك فايرال ليوسف ابو الانوار او ابو الانوار تحديدا، يمكن انا مش قادر حد كان فايرال. المهم يعني ان كان اشهر بار فيه اضرب بالكاتل باشا اعتمد، فاهم؟ البار اللي هو الكاتل يعني. والبار اللي قبله برده حلو، فاهم؟ حته ان هو ايه، بيعمل مزيكا بترقص بس مش بيرقص، بيفكرك كده بالكوميديانات اللي هم بيضحكوا الناس وهم مكتئبين. كتل او من بدل او من البدله البينك او ابو يوسف شيرلي وانت دوست عجبني عليه. اول بار ده، فاهم؟ هو بيسترجع لك تاريخه، بيجيب لك نقطه تحول في حياته، المحطات اللي نقلته في حته تانية، فاهم؟ الكتل اللي هو زي ما قلت باشا اعتمد، او الباتل ان هو اصلا ابو انوار اتعرف اول مره تسمع اسم ابو انوار كان في باتلات راب اورداي، او من البدله البينك بتاعت ثانيه هقول لك ايه. انا بعمل تحدي لنفسي في الحلقات دي ان انا ما اسرش، فاهم؟ بختبر ذاكرتي. كان تراك مقصوره اعتقد. بيا دايما مش مليانه زي كيس الشيبس، صاحبي جدع زي خالد عبس. خالد عبس هو صاحب ابو انوار بجد يعني، هو مش حد مشهور، مش شخصيه مشهوره يعني، واحد صاحب ابو انوار فعلا اسمه خالد عبس، وهو مسمي كمان التراك على اسمه يعني. هو مسمي التراك العالم طلع وحش بين قوسين عبس. فبس ده كان تالت تراك معانا في الالبوم، ونروح لتالت تراك معانا وهو تراك عايزه ننزل. وبس ده كان تراك عايزه ننزل. دلوقتي نروح لرابع تراك معانا وهو تراك اسعاد يونس مع ابو الانوار وسانتا. مرضي كلته 2 عيب دخلته جارتي. تفتكر يا اسطى بتخرج فين؟ ملحوظه بس ما وصلتش حاجه في التراك اللي فات، بس زي ما انت عارف دي مش نوعيه التراكات اللي احنا بنحللها، او مفيش كلام كتير يتقال عن التراك، فنروح للمهم. والتراك اللي فعلا فيه كلام كتير يتحلل واللي هو يعتبر اكتر تراك دسم في الالبوم ده هو تراك اسعاد يونس. طبعا زي ما انت عارف اسعاد يونس اشهر برنامج ليها هو برنامج صاحبة السعاده، فهي مقصوده يعني البوم اسمه صاحب السعاده، والتراك اللي هو فيت مع بيسو وسانتا اسمه سعد يونس. مديته على رجله لما لقيته جاي في شخه، قال لي يا ابو شخه، قلت له عامل ايه يا شخه. سانتا بيبدا الفيرس بتاعه ببار جامد، قال لي يا ابو شخه، قلت له عامل ايه يا شخه. فالفكره ان هنا يقصد ان هو ابوه يعني، فاهم؟ دي فيها هنا اكبر من ان هو يقول له ابو شخه.
عمري ما مسيت على اي شاب طبعه مفخد، قلعت التوكه اديته بالحزام طلع مفخد. البار ده مستوحى من ابو الانوار. ابو الانوار كان قال في غلبه هقلع التوكه هعور في الوش، فهنا سانتا بيقول قلعت التوكه اديته بالحزام طلع مفخخ. يقصد الحزام اللي هو بيضربه بيه مش حزام عادي، مش حزام جلد مثلا زي كده لما الاب بيضرب ابنه عادي، لا هو حزام مفخخ، حزام ناسف، فاهم؟ دوري مي فاصولا سي دو را رزيك، اتعودت على المكسب فالمجهود خساره فيك. انا برضه بليه في كلمه دوري اللي هي بتاعت السلم الموسيقي، دوري مي فاصولا سي اللي هو لسه قايلها، في نفس الوقت دوري رزيق، وبعدها بيقول اتعودت على المكسب فالمجهود خساره. بيلعب برضه بالكلام ما بين المكسب والخساره، تقدر اكتب معانا اوضحه، فاهم؟ اهلا بيك دي تلاكيك، استخدم كل خرم فحرفيا هصفيك. هنا برضه ورد بليه في كلمه هصفيك، هيصفيه حرفيا، هيخليه زي المصفى، في نفس الوقت ايه، هيصفيه اللي هو هيخلص عليه، فاهم؟ وعجازة قاعد يدي اسيستات، قاعد يعمل افكتات، فاهم؟ بتخدم على البارات اللي هم بيقولوها، انت فاهم؟ يعني صوت الجلد اللي بيجي في البيت ده عشان هو كان لسه بيقول ان هو بيضربه بالحزام. دولاراتي خضرة تونس، الحاجة الواحدة الخضرة اللي في حياتك البقدونس. تونس مشهورة انها تونس الخضرة، فاهم؟ فبيقول دولاراتي خضرة تونس، الحاجة الوحيدة اللي خضرة في حياتك البقدونس. وممكن حد يشوف البار ده نكش لمروان موسى، عشان البار بتاع بنفع في اي اطار زي البقدونس. الشوالي قلت له جاي لك تونس، بنفع في اي اطار زي البقدونس. بس مش حاسسها الصراحة، مش عشان ده البقدونس وده البقدونس يبقى بنكشه يعني. بقصر والخص كلامي شورت نوتس، هتيجوا بضهركوا كأنكوا مع اسعاد يونس. هنا بقى البار اللي بتسمي التراك على اسمه، هتيجوا بضهركوا كأنكم مع اسعاد يونس، عشان اسعاد يونس بتعلن عن ضيوفها ببوست بتبقى منزله فيه صورتهم وهم متصورين بضهرهم، فتشبيه رايق قوي الصراحه. وورد بلاي جامده بتاعت ان هم يجوا بضهرهم اكنهم مع اسعاد يونس. سموني تاريخ مش عشان جاي اقدم، سموني عشان كل ما يشوفوني باجي اسجل. البار ده انا مش فاهم الصراحه، يقصد سيميوني المهاجم يعني ولا مش عارف، حاسسها بعيده، وبس مش فاهم الصراحه فين الورد بلاي في البار، لان هو في ورد بلاي بس انا مش لاقطها، مش عارف بقى. واخد الرقص على المزيكا جاي اشكل زمايلي من دهشور وده يخليني متاكد. بص بقى الورد بلاي الجامده قوي دي، بيقول لك زمايلي من دهشور وده يخليني متاكد. دهشور اللي هي المدينه، في نفس الوقت دهشور اللي هو ده شور، فاهم؟ ده شور متاكد، جامد. دلنا اقولها مش هقولها يا ابني، سايف هذا المقطع، عندي برجر عندك برجر، عندي وصفه مستر صل. انا بيقول له انا عندي برجر وانت عندك برجر، انت بتراب وانا براب، بس الفرق ان الراب بتاعي ليه وصفه سريه، مش مجرد برجر عادي او مش مجرد راب زي الراب اللي اي حد بيعمله. بطل زن بطل عجن مش ناقصاك عشان مصدى، الحمد لله وبفضل الله في اي حكايه دايما بطلع. عجبني هنا الطريقه اللي بيقفل بيها الفيرس واللي كلهم هيعملوها، حته ان هو بيقفل الفيرس ببار كمالته في اول بقى ايه الكورس اللي هو ايه مرضي، الحمد لله وبفضل الله في اي حكايه دايما بطلع مرضي، فاهم؟ وانا بص لابس بص مش ببص في رزق حد، وانا الكوتشي عندي كوتشي خدشي بص على الخد. شوف القوافي الداخليه اللي في البار ده هي اللي مخليه البار جامد، يعني بيقول لك وانا بص لابس بص مش ببص في رزق حد، بص اللي هو الرئيس وبص اللي هي الماركه وبص او ببص اللي هي من البص، فاهم؟ النظر. والبار اللي بعده نفس الفكره، وانا كوتشي لابس جوتشي خدشي بوس على خد يعني، بس مش حلوه الصراحه يعني. البار اللي فات حلو، كان ده ايه خدشي بوس على خد دي. ضربت الشهرة على الحافة انا هدفعها، عيال دي ساقطة وانا عميد المعهد. هنا عمل 2 وورد بلاي، الاولى في ضريبه الشهره تعبير مجازي، يعني انت ما بتدفعش ضريبه للشهره، لا انت بتدفع ضريبه الشهره حاجات تانية، يعني مثلا ان انت تبقى مش عارف تنزل الشارع عادي كده، تلاقي دايما الناس بيتلموا عليك وبتاع وعايزين يتصوروا معاك، فما بيبقاش في خصوصيه، فاهم؟ دي ضريبه الشهره مثلا، يعني مش فلوس، بس هو بقى ايه قال لك على الحافه انا هدفعها، فكده بقت كأنها فلوس يعني وهو هيدفعها، وفي نفس الوقت على الحافة هدفعها فيها وورد بلاي، لأن على الحافة اللي هو صور لك مشهد إن هي واقفة على الحافة وهيزقها، فاهم؟ هيدفعها، في وورد بلاي في كلمة هدفعها. وبعدها بيقول عيال دي ساقطة اللي هي الشتيمة بيتشز، فاهم؟ في نفس الوقت ساقطة حرفيا في الامتحانات كده عشان هو عميد المعهد، ودي ممكن يكون فيها نكش الويجز عشان بابلو كان قال لويجز يا ساقطة نفسك انت في اللقطة، بس أنا حاسس إن إحنا بنحاول نلف وندور ونجيب أي حاجة عشان نقول بس إن هي نكش الويجز، عشان أبو الأنوار قال إن هو ينكش ويجز في الألبوم ده، ولغايه دلوقتي مفيش اي نكش لويجز، فاهم؟ او على الاقل مفيش اي حاجه مباشره او صريحه على ويجز. واضح انها كانت حركه ماركتنج مش اكتر ما الانوار ده بيصور الالبوم بان هو بيقول ان في نكش لويجز، بس هو مفيش نكش لويجز، وخصوصا ان هو العادي بتاعه انه بينكش ويجز اصلا اكتر من كده، فاهم؟ يا اسطى كلمتك اوفر سايز عمرك ما كنت قدها، يا اسطى اكتئابي زي كاريرك فاهم، الحمد لله انت. تعبير رايق قوي 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 من ابي يوسف، فكره ان هو ايه كلمته اوفر سايز، اللبس الاوفر سايز بيبقى مش على مقاسك، بيبقى لبس كبير عليك، مقاسه كبير عليك يعني، فهنا هو قال ان كلمته عامله زي اللبس الاوفر سايز، فاهم؟ كبيره عليه هو مش قدها، فلا التشبيه الجامد قوي ده مش فاهم. وبعدها بيقول خبر حلو ان هو الحمد لله تعالج من الاكتئاب او كتابه انتهى، وبيشبه انتهاء الاكتئاب اللي كان بقاله فتره طويله جدا معاه بانتهاء كارير خصمه.
مش مولوتوف بس انت هتحس بالموجه فاهم. ده مش ديسريسبكت لمولوتوف يا اسطى، هو بس مش عامل بيت فاهم. بص البارات دي ما فيهاش نكش المولوتوف، هو نفسه اللي قالك ده مش ديسريسبكت المولوتوف فاهم. هو بس البار لا ايه عايز تاخد منها نكش المولوتوف ماشي. بس الحاجه الغريبه اللي فعلا سمعتها، يعني انا اصلا بسجل بعد الالبوم ما نزل بساعتين 3 تقريبا، فما لحقتش لسه اشوف الصراحه ردود فعل. بس الحاجه الغريبه اللي ظهرت بسرعه جدا، الناس بتقول ان البار ده نكش الويجز. ما تفهمش ازاي بقى، ما تقعدش تناقش مع حد بيقول لك الكلام ده، يعني يقول لك ان هو بيقول مولوتوف نكش الويجز، ده بني ادم بيتلكك فاهم. اللي هو اي اصغر حاجه ليها علاقه بويجز هتيجي قدامه هيقول لك ده نكش الويجز. وفس بالعكس زي الشريط فاهم يا اسطى. انا مسحك يوسف الت كنترول ديليت فاهم. انتوا فيس بالعكس زي الشريط، اللي هو سف، يعني انتوا شريط سف، انتوا عاملين زي الشريط لما بيسف. وعموما في البارات دي واضح قوي انها فري ستايل من ابي يوسف، تحس ان هو كان قاعد وهم فاجئوه بالتراك قالوا له احنا بنسجل فيت عايزينك معانا فيه ولا اي حاجه فاهم. لانه باين قوي ان هو حتى ما فكرش قبل ما يقول الكلام ده. زي الشريط فاهم يا اسطى. انا مسحك يوسف الت كنترول ديليت فاهم. بار رايق قوي 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 يا اسطى. انا مسحك يوسف الت اللي هي فاهم من يوسف الطاي، لان يوسف اسمه يوسف الطاي فاهم. بقول لك يوسف الت اللي هو زرار كنترول ديليت اللي هو هيمسحه. ديليت فاهم شديد فاهم. كنت اقول حاجه بس نسيت فاهم. انا بمخي زي الفيت فاهم. جامد قوي الفلو ده بجد، وجامد قوي ان هو فاهم بفري ستايل بالعظمه دي. مش اي اتش انا اتش رشيد فاهم. بتخاف منا نطلع لك زي حد رميت حاجه عليه من الشباك او عفاريت. مش سامع قوي الصراحه هو بيقول ايه، بس بيقول انا بمخين مش عارف زي يعني مش مهم. المهم ان هو بيقول انا اتش ومش اي اتش الرشيد اللي هو هارون الرشيد. فكرة ان هم كاتبين الليركس فاهم في الترجمه بتاعه الفيديو، بس في الجزء ده بالذات هم مش كاتبين فاهم. تقريبا زي ما قلت لك ابي اصلا بفري ستايل فمش كاتب. المهم التشبيه الاخير رايق قوي، بتخاف مننا نطلع لك زي حد رميت عليه حاجه من الشباك. تخيل انت الرعب لو رميت على حاجه حد من الشباك وتبص تلاقي الباب بيخبط فاهم، او عفاريت يعني فاهم اللي بيخاف من عفريت يطلع. وبس ده كان تراك سعد يونس. دلوقتي نروح لخامس تراك معانا وهو تراك مع حالي. انا عزت نفسي مجنون وبفضفض جننت الدكتور النفسي. تراك عايز ننزل اعدي عليه بشكل كده سريع لان انا مش عايز اتكلم عنه لانه ما عجبنيش الصراحه. لكن تراك مع حالي يا جدع رايق قوي، رايق بجد يعني. من اول ما سمعته قلت على طول ده يبقى الهيت بتاع السنه الجايه. بس الاهم من كده ان اتسحلت معاه، وغير كده البيت جامد قوي كمان. انا لما حبيت اشوف مين البروديوسر لقيت ام اس برودكشن فاهم، اللي هو محمد سعيد. يعني ما عرفتش ان هو محمد سعيد غير لما دخلت عنده اساسا. المهم ان محمد سعيد ده لو انت ما تعرفش فاللي هو بتاع قالوا عليكي، اغنيه قالوا عليكي كنت قولي لي، الاغاني اللي هي فاهم انت بتسمعها وانت مش عارف مين اللي بيغنيها دي، هي دي هو محمد سعيد اللي بيغنيها. فما علينا رغم ان التراك عجبني بس برضه مش هتكلم عنه يعني فاهم، ما فيهوش تحليل، ما فيهوش حاجه تتقال، ما يتعملش منه محتوى فاهم. فما علينا نروح لاخر تراك معانا هو تراك الصبح بدري. انا الصبح بدري وانا جسمي مجهد من كتر ما بجري. التراك مش محتاج تحليل برضه لان هو واضح جدا، الكلام فيه كله واضح، والاهم من ان هو واضح هو الكلام واصل. الفكره ان التراك ده زي ما هو بيقول هو فضفضه، فبسبب ان هو بيفضفض هو فعلا كان طالع من قلبه، فعلا الكلام ده هو عايشه وفعلا هو حاسه. ودي اكتر حاجه تخلي الكلام بتاعك يوصل، تخليني انا لما اسمع الكلام حتى لو هو مش مؤثر قوي اتاثر بيه او احسه على الاقل لان هو طالع من قلبك فاهم. فده اللي مخلي التراك رايق الصراحه. مصر هلاقي انا كان شهر انا كنت تقريبا مكتئب، بعديها افتكرت اني ملزق بفانز. بيني وبينكم الحته دي مش حقيقيه، مهما كان عندك فانز او عندك نعم عموما، انت لما تبقى مكتئب ما بيفرقش معاك اي حاجه، ما بتشوفش اي حاجه غير الحاجه اللي انت مكتئب بسببها. ما بالك بقى لو انت اكتئابك بسبب الشهرة مثلا او بسبب ان انت وصلت للحته انت مش عارف تطور نفسك بعدها او حاسس انت ما تستحقهاش. شوف حلقه متلازمه المحتال بتاعت الدحيح وهتفهم، او زي ليرندينج مثلا لما خد بطوله العالم في الشطرنج اكتئب بعدها. هو خد اصعب لقب ممكن حد ياخده في الشطرنج، هو وصل لقمه الشطرنج، هو مش ما عندوش حاجه تانية خلاص يقدمها. وبعدين بقى هعمل ايه في حياتي تاني لما انا حققت حلمي؟ فساعات نجاحك بيبقى هو اصلا سبب اكتئابك. فمش بنتقد ابو انوار وخلاص، ولا بتكلم اصلا عن البار، بس حبيت اوضح لك ان مش لازم ان الشخص المكتئب لو عنده حاجه تعوض عن حاجه اللي هو مكتئب بسببها يبقى خلاص هو مش هيبقى مكتئب فاهم. يعني انت لو مكتئب مش شرط يكون عندك فانز عشان تخرج من الاكتئاب ده، ولو انت عندك فانز مش شرط ان ده يسهل عليك او يخرجك من اكتئابك. وقلت طبعا البار ده صح، ما كانش مستاهل ان انا اقف كل الوقت ده. وبس كده ده كان اخر تراك في البوم الانوار. اجمالا الالبوم ده مش هقول لك بقى ايه مستواه عامل ازاي لان في حلقه عن اقوى 10 البومات في 2024. فمن الاخر لو الالبوم جامد لدرجه ان هو يبقى من التوب 10 هتلاقيه في الحلقه، لو مش جامد مش هتلاقيه. وعايزك تسهل عليا الحته دي شويه لان الالبوم لسه نازل، فما خدش الوقت اللي باقي الالبومات خدته عشان يختبر او ان هو فاهم ياخد حقه بمعنى اصح. فقول لي انت شايف ان هو من التوب 10 السنه دي ولا مش من التوب 10؟ يعني يستاهل ان هو يبقى في الفيديو ولا ما يستاهلش؟ وبجد يعني رايكم هيفرق معايا جدا المره دي لان زي ما قلت لك
هو لسه نازل، فانا هبقى متردد هل يبقى موجود ولا مش موجود عشان لسه ما اختبرش، يعني هل هيعيش ولا مش هيعيش. فقول لي انت رايك، وبس تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وكل الكلام الحلو ده، واشوفكم في فيديو جديد.